السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي ومتابعيني وكل اللي بيشاهدني، أخباركم إيه؟ النهارده بقى كنا صايمين اللي هم الستة البيض، كل سنة وأنتم طيبين، وقُلنا بقى إيه بعد رمضان الواحد بقى يعني إيه خارج من الصيام وعايز يغيّر في الروتين شوية، عشان نعرف ناكل وكده، لإن إحنا مش عارفين ناكل من بعد رمضان بصراحة، الواحد نِفْسه يعني مش جايبة كده الأكل، فقُلنا نغيّر في الأكل بتاعنا النهارده ونعمل حاجة جديدة كده جميلة، يا رب تعجبكم إن شاء الله. جوزي اقترح عليَّ قال لي نعمل الكبدة المشوية، فقُلنا نعملها بطريقة جديدة في الطاسة، كبدة مشوية في الطاسة بطريقة جميلة. يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا بالحبيب قلبك يطيب. معانا النهارده ليمونتين وخل وقرنين فلفل كده ده طبعًا لزوم التحابيش، ومعايا هنا معلقة صلصة، توم مفروم، طماطماية أو طماطميتين صغيرين هنبشرهم. ومعايا التوابل بتاعتي ملح وفلفل أسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، قرفة، سِنّة كده قرفة بس وسِنّة كمون، ومعايا توابل طبعًا الشوي، البهارات الشوي حاطة معلقة صغيرة باجيبها من عند العطار، هتقول له أنا عايزة بس توابل للشوي باشوي بيها اللحمة، الفراخ، الكبدة، أي حاجة عندي. معانا هننزل بالتوم على الطماطم اللي إحنا بشرناها، هي طماطماية أو طماطمتين بالكتير. يالّا حبايبي نبدأ ننزل بالتوم، بسم الله الرحمن الرحيم، هانزل بالتوابل بتاعتي الملح والفلفل والكزبرة الناشفة وكمون وقرفة وتوابل شوي، هننزل بيها بالشكل ده وتوم باودر، بصل باودر ومعلقتين من خل، طبعًا أنا باكتر في الخل شوية عشان طبعًا أنتم عارفين إحنا شاطفين الكبدة نُص شطفة بالخل، خل ومَيّة، وبابدأ أصفّيها وأنزّل خالص بمصفى مَيّتها خالص، وأبدأ أنزل بمعلقة صلصة على الطماطم وعلى التوابل اللي أنا حطيتها دي في بولة، وأقلّب كل المكونات بتاعتي مع معلقة من الزيت. شايفين حبايبي شكل التوابل شكلها يفتح النِفس إزاي من جمالها، توابل جميلة وهتخلّي لِك التوابل بتاعة الشوي كأنِّك جايباها من عند الحاتي، وهنعصر عليها الليمون بتاعنا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده، شايفين حبايبي؟ توابل بُصّوا ولا كلمة، هتخلّي لكم الكبدة في حتّة تانية خالص، ما شاء الله نبدأ كده نقلّب، ما شاء الله على الشكل وجمال التتبيلة بتاعتنا، ولا خلّاط بقى ولا الكلام ده ولا هنقول أي حاجة ولا شوي في فرن ولا الكلام ده، أنتِ لو عايزة بعد كده بتدّيها شاوية في الشواية، بس هي مش محتاجة لإنها هتطلع حاجة تانية خالص، ولا هتصدّقي إن دي في طاسة أصلًا. هنسمّي الله يالّا ونحط بقى توابلنا في بولة عريضة شوية على الكبدة ونقلّب كويس جدًا وهنسيبها حوالي 3 ساعات، هو من 3 ساعات لأكتر لو أنتِ عايزة 6 ساعات أو 7 ساعات، بس أنا هاعملها عشان طبعًا الفطار أنا عاملاها في صيام وبادئاها من الساعة 14:00 كده، بدأت تبِّلتها، هابدأ كده أتبِّلها هتاخد معايا بصراحة من ساعتين ونُص ل3، خدتها بالشكل لو عندِك معلقة طحينة وعايزة تعزّزي طعمها شوية وتضيّعي منها، هي بصراحة الزفارة بتاعتها ما فيش خالص، الليمون والخل اللي أنا غاسلاها بيه ومصفياها كويس وكده طالعة جميلة وما فيهاش أي ريحة. طبعًا الكبدة دي الكبدة اللي هي بتستوي على طول، ما باجيبش كبدة جملي ولا أي نوع كبدة تاني. بدأت كده نزلت بمعلقتين زيت على الطاسة بتاعتي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا الطاسة أنا عاملة في حاجة كبيرة شوية عشان أرصها كويس، فأنا ما حطيتش في طاسة، حطيت في صينية جرانيت. شايفين شكلها وحجمها؟ بابدأ كده على النار، يا دوبك أعلّي النار عشان الزيت بتاعي يبدأ يسخن جدًا، وأنزل أدّيها أول صدمة. شايفين حبايبي شكلها؟ بُصّوا، أنا مقطّعاها طبعًا شرايح اللي هي العريضة، عشان طبعًا مش زي اللي هي بتاعة الساندوتشات، دي حاجة بنعملها جنب مكرونة كده حاجة جميلة، أو جنب عيش حسب ما أنتِ عايزة، أو جنبها يتقدّم سلطة طحينة، يتقدّم مثلًا معاه تومية، أنا بصراحة كنت هاعمل تومية بس ما كانش الوقت ساعفني أوي، فقُلت هاعملها لكم مرّة تانية. انتظروني كده في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هاعمل لكم شوية صوصات جميلة هتعجبكم جدًا. شايفين حبايبي شكل الكبدة وهي بتنزل عاملة إزاي؟ طبعًا ما حدش يصدّق إن شاء الله هتشوفوها، لو عجبِك الفيديو بصراحة أنا مش عايزة أقول لِك لو عجبِك اعملي share ولايك وcomment وsubscribe أنتِ نَفْسِك هتحبّي تعملي اشتراك، لإنِّك هتعجبِك بصراحة. أنا لو قُلت لِك على الريحة طبعًا أنا شامّاها من عندي حاجة تانية خالص يعني. الريحة مجرّد إن حطيتها أصلًا في الزيت بالتوابل بتاعتي، بصراحة ادّت ريحة فظيعة. ده سر من أسرار الوجبة بتاعة الكبدة النهارده، اللي هي توابل الشوي والتوم ده بيخلّيها في مكان تاني خالص. شايفين حبايبي بدأت كده نزلت فيها على نار عالية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بدأت كده هي لسه ما خدتش لون، باقلّبها كده لقيتها ما خدتش لون لسه، هي المفروض تدّيكِ اللون البني أو المحمر شوية.
هي طبعًا كده بتصفى من دمها خالص وتنشف من مَيّتها تمامًا. الصدمة اللي أنا بادّيها لها دي بتقفل أنسجتها خالص، وبتبدأ تتشرّب كل السوايل، وبتبدأ بقى تنشف كده عندي وتبقى حاجة تانية، juicy برضه ما بتبقاش ناشفة. يعني أنتِ هتشوفيها دلوقتي في الآخر وهتعجبِك جدًا، كمّلي الفيديو عشان تشوفي أنا هاعمل إيه. شايفين حبايبي شكل الكبدة ولا كلمة؟ بدأت هتاخد لون معايا أهو، هاقلبها على الوش التاني، الشكل اللي أنتم شايفينه ده باقلب طبعًا بديّة أو بشوكة أو بمعلقة سيليكون أو أي حاجة عندي أو معلقة خشب، بالشكل اللي أنتم عشان تطلع معايا مضبوطة، وأقلب كده على الوش التاني، شايفين اللون؟ يا جماله، يا جماله، يا جماله، يا حركاته، يا تكاته. بُصّوا بقى ولا كلمة، قلّبي، قلّبي، قلّبي كده بالشكل ده وشوفي اللون جامد، ولا أجدعها شواية عند الحاتي. بُصّوا ما فيش حاجة بتغلب مع يعني تغلبي فيها ولا حاجة بتُقف معاكِ، أنتِ تقدري تعملي لو ما عندكيش حتى يعني طاسة حتى حلوة وألمونيا عادية هتعمليها برضه. شايفين حبايبي شكلها؟ بابدأ أقلب كده، أنا الإضاءة عندي النهارده مش كويسة أوي، بس أنتم إيه عشان الشحن، بس أنا عايزة أعمل الفيديو يعني أنجز في الفيديو. معايا قرن فلفل بقى حامي أو قرنين كده وفصين توم كده، بانزل بقى يتشووا مع عايزة تحطي بصلاية صغيرة والّا بصلتين ممكن برضه، أي خضار عندِك، يتشوي كده مع ياخد الريحة بتاعة الكبدة تاخد الريحة منه. شايفين بعد ما اتشوت، خدت بالضبط ربع ساعة على النار ما شاء الله وطلعت حاجة خطيرة، حاجة عظمة. ما شاء الله وjuicy وجميلة وحاجة كده بلونها الجميل الفاتح الجميل، ولا محروقة ولا حاجة، عايزة أنتِ تدّيها وِش في الشواية أو حتة فحم، أنا توابل الشوي هتغنيني النهارده، لإنها بتدّيني ريحة الفحم. شايفين حبايبي أنزل بقى بحوالي نُص كيلو طماطم وكيس مكرونة سباكيتي. أنا النهارده كنت ممكن أقدّمها مع عيش، أنا هاقدّمها لكم مع كيس مكرونة عشان الأولاد عندي وكده، فيعرفوا ياكلوا. شايفين حبايبي هانزل معلقتين زيت في الحلة، وطبعًا أنا عصرة الطماطم بتاعتي في الخلاط، بدأت نزلت بفص توم واحد يعني أو فصين صغننين هرستهم بالهراسة زي ما أنتم شايفين. أنا طبعًا ما باعملش المكرونة غالبًا بتوم، بس هي مع الكبدة النهارده لها طعم تاني وسكة تانية خالص يعني. بانزل بقى طبعًا بالتوم بتاعي حوالي يعني توماية، فص توم، فصين صغننين، أنا ممكن أحط قرن فلفل بس أنا مش عايزاها حامية برضه اللي أنتِ عايزاه. بدأت أنا طبعًا ما سلقتش المكرونة، عاملة مكرونة السريعة بتاعتي الخطيرة اللي أنتم عارفينها في القناة، أنا باعمل المكرونة اللي هي ممكن تحمّريها، ممكن تعمليها من غير سليق، أنا باعملها بتبقى جميلة، بتشرب من الصلصة يعني على طول، إنّما أنا لو سلقتها بتشرب الصلصة، فما بتبقاش لونها اللي أنا عايزاه. فأنا باعملها لكم النهارده اللون الأحمر الخطير، اللي فعلًا مبكبكة زي ما بيقولوا. شايفين نزلت بقرن فلفل معاها بالشكل ده مع التومة، وهانزل بالطماطم بتاعتي. لسه تركة التوابل بتاعتي اللي بتخلّي لي الحاجة بتاعتي جميلة. طبعًا ما بانساش معلقة السكر، معلقة الملح، الحاجات اللي أنا بازوّدها، معلقة صلصة عشان تعزّز لي طعم الطماطم، الحاجات دي بتخلّي لي المكرونة في سكة تانية برضه. عندي اللي هي السكر ده بيعادل لي الملح بتاع المكرونة، ما بتبقاش مززة، بتبقى مكرونة مستوية جميلة بطعم حلو، بمعلقة صلصة صغيرة، عندِك معلقة كاتشب ممكن تحطيها برضه بتدّيها طعم جميل لو ما عندكيش الصلصة. النهارده يا جماعة إحنا بنعمل وصفات مش هنغلب فيها ولا وفي نفس الوقت مش مكلفة، اقتصادية. الملح بتاعي معلقة سكر، أنا حاطة معلقة سكر، معلقة ملح، بابريكا، حاطة فلفل أسود، طبعًا المكرونة ما باحطش فيها توابل كتير زي ما أنتم عارفين، فلفل أسود، بابريكا، ممكن أزوّد توم باودر، بصل باودر لو أنا عايزة، مش عايزة برضه عادي جدًا. هو أصل التوم باودر، بصل باودر بيسكّرها لي شوية بيخلّيها لي طعمها جميل. أنا طبعًا مش حاطة بصل فحطيت بصل باودر. بدأت قلّبت كده هاسيبها في النار لحد ما تغلي مش هتتسبِّك أوي، تدّيني بس اللون المختلف عن الطماطم المعصورة. هابدأ كده أسيبها حوالي 10 دقايق، نغطّي عليها وهارجع لكم تاني أقطّع المكرونة وأحطها فيها. وبعد طبعًا ما اتسبِّكت التسبيكة النُص تسبيكة، أنا ما باسبِّكش أوي، وطبعًا صلصتي كتيرة اللي هي نُص كيلو طماطم على ربع كوباية مَيّة أو نُص كوباية مَيّة، وبابدأ أنزل بالمكرونة بتاعتي واسيبها بقى بعد ما بتغلي وتتشرّب شوية، بابدأ أوطّي عليها النار سِنّة هادية جدًا. أنا بادّيكِ كل المعلومات صح عشان ما تعمليهاش وترجعي تقولي أنا قُلت لِك معلومة غلط. شايفين حبايبي؟ هابدأ بقى كده يا دوبك تتشرّب وتبدأ كده تلِف يعني ما تبقاش ناشفة كده وتلِف في الصلصة، بابدأ أوطّي عليها النار واسيبها شوية.
واغطي عليها. بابدأ بعد كده واتشربت باكشف النار وابدأ اقلبها تقلبتين شوية عشان برضه ما تتعجنش معايا وتبقى ايه مفلفلة وجميلة، وهتشوفيها في الآخر وهتدعي لي. بدأت كده خلصت كده المكرونة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه، بدأت خدت اللون الجميل التحفة ده، شايفين حبايبي ومفلفلة. عايزة تفلفليها انت بشوية زيت في الآخر ماشي عشان تغرفيها على طول، مش عايزة برضه هتبقى جميلة معاكي. دي شكلها كده بعد ما استوت على طول. شايفين الشكل والجمال والمنظر، مش عايزة اقول لك على الطعم، انت هتعرفي لما تجربي. جربيها والله العظيم والله العظيم، يعني شهادة لله حاجة كده، وخصوصا مع الكبدة المشوية بالذات الاسباجيتي. احنا بنحب الاسباجيتي عن اي مكرونة تانية، بص بتبقى كده حاجة كده عظمة يعني. شايفين حبايبي شكلها؟ انا حبيت اطول لكم في الفيديو شوية عشان تشوفوا الحاجة بالظبط انا عاملاها ازاي. حاجة جميلة جميلة جميلة. وبصوا ولا كلمة، قدميها مع مخللات بقى، مع سلطة، مع صلصة طحينة، مع أي سلطة طحينة، مع أي حاجة هتبقى جميلة، سلطة دقوس، أي حاجة هتبقى جميلة معاكي. شايفين حبايبي؟ أنا هاعمل لكم كل الحاجات دي إن شاء الله معلش النهارده مضغوطة، فحبيت أعمل بس الحاجات دي. شايفين حبايبي شكلها وجمالها؟ ومش عايزة أقول لك على الطعم والريحة، حاجة بُصّي خرافة. أنا بصراحة الريحة مجنناني، عايزة أفطر. شايفين حبايبي الشكل؟ ما تنسوش بقى يا حبايبي الاشتراك. أشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله بخير.